هاي رسالتي لعبد الملك الحوثي وخطابه الأخير. قديما كانوا يقولون إن لم تكن صدوقا فلا تكن كذوبا، لأنه كذباتك راح تفضحك. أنت بتقول عندك صواريخ وأعلنت الحرب على إسرائيل، وقبل 56 يوم ادعيت أنك أطلقت 5 أو 6 صواريخ على تل أبيب. ما شفنا قط إسرائيلي قتل، ما شفنا. زي ما بيقولوا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. بتقول عندك مجنح وعندك صواريخ. طيب تفضل، هاي جزيرة دهلك أمامك، جزيرة دهلك اللي فيها القاعدة العسكرية الإسرائيلية، وبدي أعطيك معلومة فيها أكثر من 1150 عسكري إسرائيلي معظمهم ضباط بالموساد بسلاح اللاسلكي الإسرائيلي، وفيها طيارين، وفيها أكثر من 12 طائرة إسرائيلية وغير الصواريخ. يعني جتك مقشرة يا عبد الملك الحوثي، ورجينا مراجلك. هاي الميدان يا ميدان بينك وبينها مرمى حجر 226 300 كيلو 400 كيلو حتى 500 كيلو في المنظور العسكري وفي الخرائط العسكرية لا تعتبر شيء. لما تكون 200 كيلو 300 كيلو لا تعتبر شيء. ورجينا مراجلك. انت ادعيت انك ضربت 5 6 صواريخ على تل ابيب من 56 يوم، كانوا قاعدين بلفوا مدار درب التباني لسه ما وصلا اسرائيل. يعني اذا بتضحك على متابعينك والمدمنين على قناة الجزيرة وبعض اغنام العرب لا تضحك علينا، احنا عارفين القصة، دافنين سوا. هاي الجزيرة امامك، جزيرة دهلك بينك وبينها 226 كيلو الموجودة في اريتريا قبالك مرمى حجر. ورجينا مراجلك، ورجينا بطولاتك، ولا بطولاتك زي حسن زميرة صار له 60 يوم بضرب العمود، عمود الاتصالات، معركة العواميد، موقعة العواميد، نزل 16 سمونة و14 برغي. كيف ضحك على الناس؟ والله اللي حرق مساجد أهل السنة في اليمن ودمر 1100 دار لتحفيظ القرآن وحمى السفارة الأمريكية، والله ما راح ينصر فلسطين، والله ما راح ينصر دورة مياه في فلسطين، مش ينصر فلسطين. تضحكوا علينا، اشعلتوا سفن وتبين انه السفينة اللي صورتوها وروجتوا لها حركتوها تبين سفينة بلغارية قبل 6 سنوات انحرقت في مدخل مضيق باب المندب. لا تضحكوا علينا وتضحكوا على العرب، لا تضحكوا. إذا الجزيرة تروج لكم لنشر التشيع الصفوي هذا شيء ثاني، بس احنا الحمد لله إلنا عقول. بس آخر شيء شفتي لنا فيها ليش بايدن أزالكم عن قوائم الإرهاب؟ هاي بدي أعرفها أنا، ليش أزالكم؟ لأنه أنتم خنجر بيد الأمريكان ضد الدول السنية وضد العرب. بس السعيد من وعظ بغيره.